في عالم يغرق في الفوضى، وحيث يصبح البقاء حلماً، تظهر قصة تغير معنى الإنسانية إلى الأبد. أهلاً بكم في قناة ياس موفيس، واليوم نحملكم إلى المستقبل القاتم، حيث تتصارع الطوائف وتنهار المدن في رحلة عبر الظلام لإنقاذ مستقبل البشرية. هذا هو ملخص فيلم بابيلون. في عالم محطم تآكلت فيه القيم واندثرت الحكومات، يعيش المرتزق الصلب توروب في قلب بيلاروسيا الباردة، رجل لا يؤمن إلا بالقوة ولا يثق إلا بنفسه، حتى يتلقى عرضاً من زعيم المافيا الروسي غورسكي. هناك فتاة اسمها أورورا، خذها من كنيسة في قيرغيزستان وأوصلها إلى نيويورك حية. مهمة تبدو بسيطة، لكنها أخطر مما تتخيل. يذهب إلى الكنيسة في قيرغيزستان، يلتقي بريبيكا وهي راهبة وفي نفس الوقت من تكفلت بتربية الفتاة، وأورورا التي بدت منذ اللحظة الأولى بأنها ليست عادية. عيناها تحملان خوفاً ومعرفة لا تليق بطفلة في عمرها. وفي أول محطة للقطار، وقبل ثوان من تفجير ضخم يهز المكان، تهمس بصوت مرتجف: يجب أن نرحل الآن. وبالفعل بعد لحظة يقع انفجار قرب محطة القطار. يتجمد توروب في ذهول تام. كيف علمت؟ من تكون هذه الفتاة؟ تنطلق الرحلة عبر الأراضي المدمرة، من جبال سيبيريا الجليدية إلى المدن التي تنهشها العصابات. ترافقهما الراهبة ريبيكا، حامية الفتاة وضمير الرحلة، لكن الخطر يلاحقهم في كل خطوة، وعيون تراقبهم في الظل. ورغم كل ذلك، تبدأ أورورا بالتحدث مع توروب ومحاولة معرفته أكثر من خلال ماضيه. في محاولة يائسة للعبور إلى كندا، يتجه توروب إلى صديق له مختص في التهريب لتوفير وسيلة نقل للهروب. يركبون غواصة تهريب مكتظة باللاجئين، لكن القبطان عند انتهاء الوقت يقرر ترك العشرات في البحر، بل ويطلق النار عليهم. عندها تنفجر أورورا غضباً، وتحاول إيقاف الغواصة من خلال لوحة التحكم. تحاول إنقاذ الناس، لكنها تفشل. يوقفها توروب بالقوة. تصرخ، تبكي، وتنهار. إنها ليست آلة، إنها طفلة تحمل بداخلها شيئاً لا يفهمه أحد. حين يصلون إلى نيويورك، تنكشف الأسرار جميعها. أورورا ليست بشرية بالكامل، إنها مشروع علمي ديني لطائفة تسمى النوئيليت. أرادوا من خلالها خلق المخلص الجديد، نصف إنسان نصف معجزة. لكن الصدمة الكبرى أنها حامل بتوأم دون أن يلمسها أحد. طفلان لم يولد بعد، لكنهما يحملان مستقبل البشرية بأكملها. توروب الذي بدأ المهمة كمرتزق بلا قلب أصبح حامياً لها، ويتجلى ذلك عندما طلبوا منه تسليم أورورا. في لحظة التسليم يغير رأيه، ويقرر حماية أورورا. مع الأخت ريبيكا تبدأ المعركة الكبرى بينهم وبين المافيا والطائفة. وفي لحظة الفوضى يتلقى توروب رصاصة قاتلة من أورورا نفسها. يسقط على الأرض. تقترب أورورا منه وتهمس له: لن تموت، أنت جزء من ما سيأتي. ثم يضيء المكان بانفجار كبير، وتختفي أورورا. بعد مدة معينة يستيقظ توروب من الغيبوبة، وكان فقد أجزاء من جسمه بسبب الانفجار. يحاول توروب تذكر آخر كلمات أورورا. يذهب إلى كوخ أبيه القديم وسط الغابات، وهناك يجد أورورا. عند وقت الولادة تموت أورورا، ولكن قبل وفاتها لحظات تطلب من توروب أن يعتني بالتوأم.
وأن يكون والداً لهما. صمت يخيم على المشهد، ونظرة أخيرة إلى الأفق، حيث يولد فجر جديد من رماد الحضارة القديمة. كان هذا ملخص فيلم بابيلون، قصة عن الإيمان والعلم والقدر الذي لا يمكن الهروب منه. إذا أعجبكم الفيديو اكتبوا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس حتى لا يفوتكم أي ملخص جديد. شكرا على حسن المشاهدة، وإلى فيديو جديد.